عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه الموفين وعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. أيها المسلمون القائمون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله والمسبحون لله المكبرون له، اتبعوني في الصلاة على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، صلى الله تعالى عليك وسلم. أيها المسلمون، أيها الإخوة في الله، لم يعد خافيا على أحد من الناس اليوم ما يعيشه المسلمون من ذلة ومهانة، وما يحيط بهم من ظروف صعبة وأحوال مريرة، فتمثلوا في كيد من الأعداء وتسلطهم على بلاد المسلمين كما تمثل في أحوال المسلمين. وما ترى على كثير من مجتمعاتهم من بعد عن تعاليم الإسلام وإقصاء لشريعة الله سبحانه والرفض الحكم بها والتحاكم إليها. أيها المسلمون، إن المسلمين اليوم يمرون بفترة من أحلك فترات تاريخهم، وذلك أنهم انحدروا من القوة إلى الضعف، والقيادة والريادة إلى التبعية والهوان. إن المتأمل في أحوال المسلمين اليوم يلحظ مظاهر الضعف والبعد عن حقيقة دين الإسلام في مجموعهم وفي كل جانب من جوانب الحياة المختلفة واضحا جليا. إن المتتبع لتاريخ الأمة الإسلامية المتمعن في صفحات الذهبية من سجلها الحافل لتأخذه الدهشة ويأخذ به العجب كلما أخذ وهو يقرأ أمجادها التي مواقفها في تلك الصفحات المذيئة تمثلا بالإسلام وتخلقا بالقرآن وتعلقا بالآخرة وتفلتا من الدنيا وجهادا في سبيل الله ونشرا لدين الله وحرصا على هداية جميع الناس إلى رحاب هذا الدين الذي أكرمهم الله به. يقرأ كل ذلك ويتصوره ويعيش بخياله، ثم يعود إلى الواقع الذي يعيشه فلا يرى من ذلك الذي قرأه من الأمجاد شيئا من الدنيا الواقع، فتأخذه الدهشة ويبلغ به العجب من هذا الأمر مبلغه، ويسأل نفسه أين تلك الأمجاد وأين تلك الصورة الزاهية التي تعطر أجواء التاريخ، وأين أولئك الرجال الذين صنعوا كل ذلك. لا أرى منهم أحدا ولا أرى من أمجادهم شيئا غير آثار لخطواتهم ما زالت تقرأ بسمع الزمان، وزل لمآخرتهم يتفيأ أبناء
أبناء هذا العصر من هذه الأمة، ولولا بقية الباقية من هذه الآثار لئن درست معالم أمة وامتهت أمجادها بالكلية وانتثرت أصولها ومرتكزاتها وغابت في دياجير النسيان ومتاحات البلاء كما حدث كل ذلك لأمم سبقتها. قال الشاعر: فسل المدينة كم رأت من مجدنا إذا كان فيها للهدى أنصار، واسأل دمشق عن الذي قد شاهدت وبها معاوية الفتى المغوار، وانظر إلى بغداد واسأل ساحها أين الرشيد وصحبه الأخيار، وبكوف السائل بجميع ربوعها هل كان فيك للإسلام منار، تجد الجواب لدى الجميع مطابقا لم يبق إلا الذل والآثار. وقال الشاعر في وصف الأمة: زاعت معالم عزة وتحطمت فينا الكرامة وأستبيح الدار، بلغت أمتي من الذل حدا فاق في سوئه جميع الهدود، تبدلت إخلاقنا وطباعنا وتساوت الحسنات الأوزار، بعد إن كانت عزيزة سارت رمز ذل وأمة التشريد، عبس التامعون في كل شبر من ثراها حتى كلاب اليهود، بعضهم يتبع النصارى وبعض يتبع المنكرين للمعبود. أيها المسلمون، أيها الإخوة في الله، عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يداعي إليكم الأمم من كل عفق كالأغلة على قصعتها. قال: قلنا يا رسول الله أمن قلة يومئذ؟ قال: أنتم يومئذ كثير ولكن تكونون غساء مثل غساء السيل. وينتزعه الله المهابة في قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الحياة وكراهية الموت. أيها المسلمون، أيها المستمعون، يصف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يومئذ وما أشبه حال أمتنا الآن بهذا الوصف، لا حول ولا قوة إلا بالله. فما أكثر من المسلمين اليوم إذ فاقوا المليار وربع المليار، لكن أكثرهم مثل غساء السيل. قال البخاري: والغثى والزبت وما ارتفع عن الماء ما لا ينتفع به. أيها الإخوة، ينبغي أن لا يستقر في قلوبنا وأنفسنا الهزيمة حتى وإن كنا في هذا الوضع السيء الذي يقتل فيه المسلمون وتنتهك أعراضهم وتنهب ثرواتهم في جميع بقاع الأرض، لأننا أمة نعلم بصريح قول الله عز وجل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وإننا أمة نعلم علم اليقين قول الله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أيها الإخوة في الله، أيها الإخوة في الدين، إن عدو المسلمين في قوة ومنع وتسلط على المسلمين وفي كبرياء وتكبر على باطل وكفر
ونحن أمة الإسلام أمة الحق والهدى في ضعف وذل ومهانة، ونحن أحق بالقوة والعزة والنصر. ولكن عباد الله، تعالوا بنا لنرى ما الأسباب التي جعلتنا أضعف الأمم وأذل المجتمعات على الإطلاق. فالأسباب كثيرة متعددة في جميع الجوانب. فالأمر الأول حب الدنيا وكراهية الموت. إن حب الدنيا بزخرفها ضغط على قلوب كثير من المسلمين اليوم، وإنه الوهن الذي جاء في الحديث. قالوا: ما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فكثير من المسلمين يكره جهادا في سبيل الله ويحب البقاء في هذه الحياة الدنيا، وهذا عامل أساسي في ضعف الأمة الإسلامية. وعندما يتخلى أبناء هذه الأمة عن جهاد في سبيل الله فيأتي العدو يستبيح بيضتهم، كما هو حال الأمة الإسلامية. فالجهاد في سبيل الله وحب الموت دافع كبير للعمل لهذه الأمة، وهذا الدافع يجعل أبناء المسلمين يقدمون كل غال ورخيص في دفع هذا العدو الجائر، ويجعل يقدمون أبناء هذه الأمة كل ما يملكون في سبيل النهوض بهذه الأمة من وحل من الوحل الذي غرقت فيه. أيها الإخوة، ومن أسباب ضعف الأمة الإسلامية ضعف الإيمان في قلوبنا. وإن الإيمان لما ضعف في قلوبنا قل الدعف للعمل لهذه الأمة والنهوض بها. وضعف الإيمان يبعث الانهزامية في قلب صاحبه، ولهذا لما ضعف الإيمان في قلوبنا فضعاف الإيمان انهزموا عندما رأوا عدوهم في قوة ومنع وهم في ذلة ومهانة وجبن، ولم يرجعوا إلى كتاب الله الكريم الذي قال فيه: ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ومن هذه الأسباب وغيرها أسباب الخطيرة وثرواتهم وموجباتهم حصل ما حصل من الضعف لهذه الأمة أمام عدوها والتأخر في جميع حياته إلا ما شاء الله. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات